سطور الصحافة من بريس 23 أقدمها لكم أنا لامار أركندي. جولة سريعة لأهم ما تناقلته الصحف الدولية والعربية في عناوينها لهذا اليوم، والبداية للصحف الأجنبية. صحيفة يديعود أحرنوت الإسرائيلية تتحدث: الجيش الحر يستفيد من المساعدات الإسرائيلية ويشجع على إدخالها. صحيفة حرية التركية تستفهم: هل تعثر مشروع أردوغان الرئاسي؟ الفاينانشال تايمز تتحدث عن المتشددين في إيران يواجهون طموحات الشباب. الديلي تيليغراف تشيد باستعادة الفلوجة وتصفه بالانتصار الأكبر للجيش العراقي منذ بداية النزاع المسلح. يتحدث يحيى الأمير في عكاظ السعودية مستفسرا: لماذا يجب أن نكون في أمريكا هذه الأيام؟ صحيفة البلاد الإماراتية ترمزت مقالها اليوم بصفحات من الصراع على جغرافيا السلطة في إيران. عنونت السفير اللبناني صفحتها الرئيسية بالأزمة السورية والتسوية الروسية مع إسرائيل. حامد الكيلاني كتب في صحيفة العرب اللندنية عن الانتخابات الأمريكية لعبة البيضاء والحجر. وصلنا لختام جولتنا من سطور الصحافة من بريس 23. ترقبونا متابعينا الأكارم في عناوين جديدة تحمل آخر المستجدات والرؤى لآخر الأحداث التي يشهدها العالم. دمتم في رعاية الله وحفظه.